مشتركات اخر مشترك. هلو يلعبوا هادو بالتخبيه، يلعبوا بالتخبيه. علاه كانت اخر مشترك عنده فينا. علاه أرقشة عظام تمت اليوم في تونس. هناك المنتخب المغربي النسوي أرقش عظام المنتخب الجزائري النسوي. يا جدعان أحلى بهدلة حصلت النهاردة في بطولة الشمال. شفتوا منتخب المغرب للسيدات للجزائر بالأربعة، مش 1 ولا 2 ولا 3، لا بالأربعة، لدرجة ان الاعلام الجزائري طالع بيطالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بيقول له ينزل نشرة او ينزل مرسوم بتمنع المنتخبات الجزائرية بانها تقابل اي منتخب مغربي سواء. كارثية لمنتخبنا الوطني. علاش ديما المغرب يربحونا؟ فجميع المنتخبات علاش هما فاتونا؟ ما كان السلام عليكم، ما كان بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان والو. نقولها لكم لعنة الله عليكم كلما طلع النهار. الله ينعلكم الأوضاع، الله ينعلكم يا ودي، الله ينعلكم، واللي راضي عليكم الله ينعله في الدنيا والآخرة. الأمور اللي نشوفوا فيها ما كاش كما قال لك الآفاق ما كان والو. والله ينعلكم ودي، الله ينعلكم، الله ينعل والدي باباكم كان، الله ينعل. ألف مبروك الانتصار المنتخب المغربي على المنتخب الوطني الجزائري ب4-1. وكما قالوا لها متعودين هازمنا معاهم في بركان، هازمنا معاهم في الجزائر ب4-4 تقريبا 8 اللي دينا، واليوم 4. يعني ما هذه واحد الظرف ديال عامين، يعني ما تفاجئوش. المفاجأة أنا اللي غادي نقولها لصحافة الزيكو، الرسالة لصحافة الزيكو، فين راه الدور ديالكم اللي تهضروا على هذا البيلو. يعني ديما ناكلوا الصفعات حنا ديما كاينين في كرة القدم. سيدات المغرب بيكتسحوا الجزائر. بيقول لك سيدات الجزائر تبكي بعد هزيمة المغرب النهارده. بيقول لك طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ولا ينحكي ولا ينقرا. لكن اقول لكم حاجه يا مغاربه، خفوا على اخوكم الجزائريين شويه. ده بوب. انا ما شفتش مباراه ما بين الجزائر والمغرب اقل من 3. قولوا ما شاء الله. منتخب الجزائر واجه المنتخب المغربي. سيدات المغرب اكتسحت سيدات الجزائر 4-1 في مباراة كبيرة جدا لسيدات المغرب. منتخب المغرب بيفوز ويصلخ منتخب الجزائر 4-1 على الاراضي التونسيه. بص القوه، بص الهيمنه. منتخب المغرب للسيدات يكتسح منتخب الجزائر بنتيجة 4-1 في بطولة شمال أفريقيا تحت العين. حولينا الخوت، هذا غير لفي ديال التطبيع والكولاسة والجوساسة وغير شوية ديال القوجعات تما وصافي. 4-1 لا الأولى داري انت وراوهم شنو هي كره. البنات كاملين داك الفقصه اللي عندهم على الجزائر واقع ولا ما نجمعوها في المقابله هذه، شدوهم بداو كيسلخوا فيهم. ويستاهلوا لانه الناس خدمت، لانه وزير خدم تعب. النهارده بيقول لك منتخب الجزائر قام من النوم راح الملعب ويقول لك خير اللهم اجعله خير، وبيعملوا كده. لقوا منتخب الاسود في وشهم عملوا كده. البنات في الجزائر عملوا كده. يا لهوي تاني المغرب. ايوه تاني المغرب. في الرجاله او في السيدات، لانهم بينزلوا قدام منتخب المغرب وحسب ما هم بيقولوا، وهتسمع بودنك دلوقتي، بينزلوا قدام منتخب المغرب من قبل ما يبتدي المباراه في اي الهدف الاولاني شفتوا الدانة الأولانية حرفيا. هذا إن دل وإن ترجم يترجم المعاناة والفارق الكبير. البت سارة الصرصورة الدفري من بعد منتصف الميدان ودى الدانة. بوم 4-1 يا جدك. المنتخب المغربي تحت 20 سنة فتيات يقهرنا الكرغوليات تحت 20 سنة ب4 أهداف ل1. كرة مغربية متطورة، الكرة المغربية ما تقدولهاش. احنا هنفوز. هتجون وقعد. النهارده منتخب المغربي سلخ. النهارده عمل منه كفته بصراحه. ناس شغالين بما يرضي الله، ناس بيعملوا، ناس بيتألقوا، ناس بيبدعوا ما شاء الله على المغرب. الكرة المغربية ناجحة في جميع الفئات، وبالتالي بهذا الانتصار هذا وبالتالي نؤكد على أن المملكة المغربية أو الكرة
المغربية سيطرت على إفريقيا. الماتش ابتدى يا جماعة، لعيبة المغرب البت شاطت شوطة من نص الملعب، الحارسة الجزائرية مش قادرة تمسك الكرة، معدية من تحت ايديها، معدية والتاني والتالت والرابع، سلخوهم النهارده، سلخوهم فين يا جماعة البطولة؟ في طلقة مغربية نسوية ناعمة ملفوفة لفة سلوفان، إنما رشقت في الزخنيبة الشمال بتاعة المرمى تقول بمنتهى الأمانة وبمنتهى الصراحة هدف يكيفك، يمنجهك، يخليك تشعر منتخب سواء رجال او سيدات او حتى انديه بينزلوا وركابهم بتخبط في بعض، وحسب ما هم بيقولوا ما بيبقوش عارفين هم الحاله دي بتحصل لهم ليه. يا ترى بيخافوا من تيشيرت منتخب المغرب ولا لما بيشوفوا؟ لانه علاش؟ لانه هذا وليد صادي جا على مهمه وحده يخدم وشاد الوزاره، قال لك زعما من يدخلوه الوزاره باش ينافس القجاع، وما قدرش ينافس القجاع لانه الواقع اليوم ما تقدرش، لانه هذا الانسان هذا خدام مع عصابه واحد حافظ دراجي راهي المره هما بحال الاولاد بحال البنات اللي جا 4 بسم الله بنات في بطوله شمال افريقيا دا اقل من 20 سنه. مسامحه اخوتي، هذه غير كره ورياضه، الجلد المنفوخ. بقى مغاربه احنا عاملين حسابنا قوي قوي قوي، واذا كانت الجزائر مش عارفه انها توصل وتسد قدامكم فاحنا النهارده بنعلنها. حتى سيدات المغرب بيقدروا يفوزوا وينتصروا بكل سهوله بالاداء واللعب والشخصيه، بيقدروا ينتصروا على منتخب الجزائر بكام؟ 1 لا، 2 لا، 3 لسه، 4 ايوه، 4-1 لصالح المنتخب المغربي على المنتخب الجزائري. بطولة افريقيا تحت 20 سنة المقامة في تونس يا جماعة. النهاردة المغرب فتح السيمفونية لبؤات المغرب، النهاردة ادوا صرخة لعيبة الجزائر. بيقول لك اللعيبة الجزائرية بعد الماتش قعدوا يعيطوا في اوضه النوم يا جماعه، ومسكوا الحارسه الجزائريه كلوها علقه. كبروا كيف وقعدوا عندهم الاستمراريه، عندهم في يتبعوهم يعني عندهم لاكويزي، عندهم كلش، عندهم امكانيات. كيفاش انت حاب ايكيب كيما هذه ما دارش نتيجه؟ مباراه على بالنا شحال علاه، قولوا لنا شجعوا نديروا حاجه، على بصح على لعبوا بالتخبيه، على تلعبوا بالتخبيه، على ما يشفيها مانع. دروك شي يسكتهم، موقف محرج. هذا نشوف الاخطاء نصحوهم، ما نتعلموا. شوف تسارع يعني التطور تاع المغرب. نقول حنا بقينا لي زافونسيتو ما كاش الناس الانتهازيين. 4 تجوان ما لهمش حل، شوطه من نص الملعب، هجمه من على الشمال جون، هجمه من على اليمين جون، ده حتى يا مؤمن الجون اللي جابه منتخب الجزائر حطيته اللعيبه منتخب المغرب في نفسها. حجم المعاناه اليوم ايه يا بت يا ساره؟ هذا الهدف برازيليه يا بت، هذا الهدف المغربي أشعل النيران مبكرا ومهد الطريق أمام المفترسات، مفترسات الأسود أن تضرب. العالم المغربي بيحسوا ان هم اقزام قدامه ومش عارفين يعملوا ايه، ولا لما بيشوفوا الجماهير المغربيه بتجننهم الجماهير المغربيه لدرجه ان قلوبهم بتملاها الرعب. بالفعل المنتخبات الجزائريه اسبانيا ربحناها بجميع الفئات، اصبحنا عقده للمنتخب الاسباني. امريكا ربحناها بجميع الفئات واصبحنا عقده للمنتخب الامريكي، وتنضم اليهم الجزائر بجميع الفئات. وده يدل على ان المغرب اقوى وافضل من الجزائر في كل الاجيال، افضل. اي منتخب مغربي يواجه اي منتخب جزائري بتلاقيه يفوز وينتصر بكل سهوله، لان المغرب ناس شغالين، ناس عندهم منتخبات على اعلى مستوى. اللي شدها من شعرها واللي تشدها من حواجبها واللي تضربها بالقلم تلاقيها طخ فتحتوا الجزائر. طب ما انتم مفضوحين، ومش اول صرخه من المغرب. وهي افضل لعيبه في المباراه بلا منازع رقم 7 النهارده منتخب المغرب في بطوله شمال افريقيا للسيدات تحت 20 سنه. فعلا عمل جيم اكثر من رائع، ما شاء الله نواه وذريعه للمنتخب الاول. بالفعل المغرب ولاده ما شاء الله. والنتيجه كانت قاطعه على المنتخب الجزائري. انت البنات هادو انت راه اللهم بارك شدوها لك، عطاوهم قتله ديال 4-1. خرج نشركم مع تبعتنا، احنا غير بيناتنا 2-1 3-1 او 4-1. وبالتالي المملكة المغربية هي الأقوى كرويا على الصعيد الإفريقي، وطبعا حتى على الصعيد العالمي. 4-1 يا جدك، 4-1 في كأس شمال إفريقيا. قدموا بزاف علينا، بزاف. ليكيب تاعهم عندهم 10 سنين وهما كيف ملي كانوا U16 طلعوا كيف. أنا كاين بنات لعبت معاهم كي كنت U18 en 2014 en Égypte، شامبيونات d'Afrique لعبت معاهم. رحت دوكا باش نلعب معاهم أو سينيور شامبيونات عرب، سي لي